لو انت زوجة تعيسة، تعالي نشوف بالخطوات ازاي ممكن نتخلص من تعاستك الى الابد، وايه سبب تعاستك اصلا. يلا بينا. الزوجة التعيسة هي الزوجة اللي قاعدة مستنية بقى كل حاجة حرفيا، مستنية الخروج، مستنية الكلام، مستنية اللحظة اللي هتسعدها، مستنية السعادة تدق بابها وهي قاعدة مش بتعمل اي حاجة. ما عندهاش ولا اي اهداف ولا اي خطط، حتى لو اهداف تافهة، يعني عايشة كده وخلاص، ولا فارق معاها اي حاجة الا شوية انبساط، مش فارق معاها برضو تاخدهم منين. ودي الزوجة التعيسة، بمعنى اصح الست او الانسان التعيس اللي بتؤدي الى ست النكدية فيما بعد. ايه اسباب ان ممكن حد يبقى تعيس او ممكن زوجة بالاخص تبقى تعيسة؟ اول حاجة، ما ينفعش تقعدي كده والسلام، ما عندكيش اي حاجة، لازم يبقى عندك اهدافك، احلامك، خططك، حاجاتك التافهة يا ستي، بس دايما لازم يبقى عندك حاجة تتعمل. اتجوزتي جوازة حلوة وشخص بتحبيه، كل ده مش هيمنع على فكرة ان انتي تعيشي حياتك زي ما انتي عايزاها، لان مهما كان حبكوا لازم كل واحد يبقى ليه كده جزء من حياته خاص بيه شوية، حتى لو جزء قليل جدا، هوايات، صحاب، اي حاجه حرفيا. لان يا جماعه المشاركه حلوه جدا واحلى حاجه في الدنيا بالنسبه لي، لكن الى اي مدى؟ ما ينفعش مشاركتك لجوزك تفقدك جزء من هويتك، تفقدك جزء من شخصيتك الحقيقيه. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني انت شخص تاني، كان ليكي حياتك وليكي ناسك اللي بتحبيها وليكي صحابك اللي بتحبيهم وليكي هوايات مختلفة، حتى لو هتدي لحياتك جزء بسيط قوي 10% من حياتك الجديدة، ال10% القليلة دي قادرة تحول 90% بتاع حياتك الجديدة أجمل وأجمل وأجمل، وتخليها ليها طعم كبير جدا. على فكرة اكتر حاجة من وجهة نظري بتشوه الانسان من جوه انه ينسى نفسه، بيحب ايه، بيكره ايه، نفسه في ايه. احنا الصراحة كبنات يعني ما شاء الله علينا بنعرف نتقن ده كويس جدا. تلاقي بعد الجواز البنت قافله على نفسها، لو حد مثلا من اصحابها كلمها ترد كل فين وفين، مش عارفه ايه، اصل انا بعمل ايه اصل. وده حقيقه فعلا، احنا فعلا بننشغل جدا والمسؤوليات بتبقى اكبر بكتير، وهتلاقيها بتروح لاهلها كل شهر مره. انا في حالتي بروح لاهلي كل 5 6 شهور مره، بس انا عشان من اسكندريه وعايشه في القاهره فيعني معايا عذري على الاقل. حاسه انا بعمل فيديو عني. المهم تلاقي الست من دي او البنت انكمشت كده في بيتها اللي كده كده مش هيخلص، والبيت عمره ما خلص. انا بقالي 5 سنين بحاول اخلص في البيت وما بيخلصش. وطبعا على الصعيد الاخر تلاقي جوزها بيروح القهوه، تلاقي جوزها بيقابل ناس، تلاقي جوزها عنده انشطه، لسه زي ما هو محتفظ بحياته القديمه. طبعا في حاجات كتير اكيد يعني هتتغير، بس بيبقى محتفظ بجزء من حياته القديمه، ويمكن جزء كبير شوية زي شغله زي نشاطاته. احنا اللي بنفقد جزء كبير قوي من التوازن بتاعنا، ولما نفقد جزء من التوازن بتاعنا بنتحول الى اشخاص فعلا تعيسة، كل حياتها ان هي تروق البيت وتنظف الدنيا وتعمل الاكل وتخلي بالها على اولادها. كل ده اوكي، انا موافقة عليه، انا مش ضد ده، بس لما تنسي نفسك تماما هي دي المشكلة. ومن هنا بتبدأ الخناقات على أتفه الحاجات. حاجات البيت يا جماعة مش بتخلص، اقسم بالله بقى لي 5 سنين مخلص المواعين ما خلصتش، لسه في شوية مواعين، وبجد بتعب قوي في البيت. يعني انا مش زوجة كسولة او مثلا مش شخص قاعد طول الوقت نايم، لا. وبرده مش بقولك ان انت ما تهتميش بزوجك، لا، اهتمي بجوزك جدا، شاركيه حاجات كتير قوي، وخليكي زوجة واعية مركزة في حاجاته، مركزة في اهتماماته. لو في مشاوير روحي معاه فيها، ما تكسليش. وعلى فكرة كل ده وقت مش ضايع، يعني لما انا اشارك مع جوزي حاجة واقضي معاه وقت، ده مش وقت ضايع خالص، ده بالعكس المفروض ان دي من اولوياتك، المفروض ان انت اصلا يعني متجوزاه فانت حابة ده، محدش جبرك على الجواز الا لو انت مجبورة، الله اعلم. وما بقولكيش سيبي البيت، لا، ركزي مع البيت. انا من النوع يا جماعه اللي ساكنه في محافظه تانية زي ما قلت لكم، اكتر مده قضيتها بره البيت تقريبا لوحدي، يعني من غير جوزي وانا بقابل بقى اهلي، تقريبا كانت 5 ايام، وكانت انا فاكره كتير قوي، وبروح لهم كل كام شهر، يكاد يكون كل سنه مثلا بتحصل على فكره. فبقولك ركزي مع البيت وركزي مع حياتك واولادك، بس ما تنسيش ان نفسك ليها عليكي حق. وحاجة مهمة جدا 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 محدش بيدركها تماما، ان لو انت مبسوطة هتلاقي البيت كله بيضحك، هتلاقي جوزك كويس، هتلاقي اولادك كويسين، هتلاقي نفسك بتتعاملي مع اهلك كويس، مش بتشدي معاهم على ابسط الحاجات. جوزي دايما يقول لي لو انت منكده جدران البيت نفسه بتحس ان هو مضلم كده، منكد عليا. في شعاع طالع مش حلو. فلو انت كويسة الدنيا حواليك هتبقى كويسة فعلا.
فحاولي تبقي كويسه، حاولي تهتمي بنفسك، وحاولي ان انت ما تضيعيش حياتك ان انت تبقي زوجه تعيسه فتزعلي وتغضبي من اتفه الاسباب وتحرقي في دمك. والحياه على فكره ممكن تبقى اجمل من كده بكتير. ويا ريت ما تعملوش زي امهاتنا، يعني بحس ان امهاتنا دافنين نفسهم عشاننا انا واخويا. يعني بتبقى اسعد لحظه في حياتنا لما نحس ان ماما ليها طلبات، لما ايه ده، ايه ده ماما عايزه ده بجد، انت فعلا عايزه ده ولا عايزه ده عشان تريحين؟ نقعد بقى نستجوبها 5 ساعات عشان نتاكد من حسن نيتها. يعني بنفرح جدا ان ليها طلبات، ايه ده ماما زي البشر عادي، ممكن يبقى نفسها في حاجه يعني. فدي بتبقى نادرا طبعا. والفيديو ده برضو مش بقول لكم ان الست لازم يبقى عندها كارير ولازم تحقق حياتها ولازم تحقق ذاتها، وطبعا ده شيء كويس جدا، بس في ناس ما عندهاش الاوبشن ده، يعني حياتها صعبه جدا. لا هي لازم تبقى متواجده في البيت. وفي ناس تانية حياتها كويسه بس هي مش عايزه تعمل كارير، انا عايزه اقعد في البيت، انا عايزه اتستت، وده شيء كويس جدا، انا مع ده. بس دايما بقول ان انت حتى لو قاعده في البيت لازم يبقى ليكي اهتمامات، لازم يبقى دايما في حاجه تعمليها، في حاجه كويسه شغلاكي، في حاجه مفيده شغلاكي. تخيطي، تعملي هوايه، تكتبي، ترسمي، تتفرجي على مسلسلات تركي وتعيطي. لازم يبقى في حاجه. بالمناسبه لسه بكلم قريبتي وبقول لها ان انا من ساعه ما اتجوزت وانا ما اتفرجتش على اي مسلسل تركي، لان يا جماعه انا فاكره ان المسلسلات التركي غير ان هي طبعا تضيع وقت رهيب جدا وانا معايا بيبي فمستحيل، بس بتعلي الاكسبكتيشنز قوي، فممكن كنا نتطلق من اول شهر لو انا بتفرج على مسلسل تركي. بتعلي الايموشنز كمان. فالست لازم يبقى ليها اهتماماتها، لازم يبقى ليها حاجات الحلوه، الحاجات اللي بتساعدها اللي بتعملها، ما تقعدش فاضيه كده، لازم دايما في حاجه تتعمل. انا في حياتي دايما لو ما فيش حاجه تتعمل احس ان انا لا في حاجه غلط. طبعا ده مرض يعني، بعيد عن الموضوع ده، يعني اقعدوا انبسطوا. يعني انا افتكر ان انا من ساعه ما اتجوزت ما فيش مره تقريبا قعدت فيها وقلت اتفرج على مسلسل انا استمتع ان انا بقى ايه متجوزه وقاعده في البيت ومش مطلوب مني اشتغل. مفيش مره قعدت ببال رايق ان انا اقعد اتفرج على حاجه وانا مرتاحه، وده شيء طبعا وحش جدا. يعني مفيش اي راحه بال، دايما عايزه اعمل حاجه دايما كده يعني. يعني برضو مش بنصحكم ان انتوا تبقوا كده الصراحه، عشان دي معاناه معاناه اخرى. ففي الفيديو ده لو هنصحك نصيحه اخيره ونصيحه واحده، هي حافظي على 10% من حياتك القديمه. حياتك القديمه اللي كان ليكي فيها اصحاب، كان ليكي فيها اهل، كان في حاجات بتعمليها، في ناس بتشوفيها بتحبيها، حافظي على 10% بس. ان شاء الله كل شهر مره اعملي حاجه انت بتحبيها. ما تنسيش نفسك ابدا، وما تدفنيش نفسك ابدا لاي حد في الحياه، علشان هتكرهي نفسك وهتكرهي اولادك وهتكرهي بيتك وهتنكدي على نفسك وهتستني سعاده من اللي قدامك. بس في الحقيقه ان السعاده لازم تبقى من جواكي انت، وانتي اللي تحققيها، مش حد تاني هيعملها لك. حافظي على 10% من نفسك.